سنة 1964 نشرت الجرايد خبر عن افتتاح إذاعة الشرق الأوسط وتعيين الإذاعية الشهيرة آمال فهمي صاحبة برنامج على الناصية اللي كان أشهر برنامج إذاعي مديرة لشبكة الإذاعة الجديدة. خبر عادي ممكن أي حد يمر عليه مر الكرام، لكن الأديب والكاتب الكبير عبد الحميد جودة السحار وقف عند الخبر اللي لفت انتباهه، مش عشان افتتاح إذاعة جديدة ولا حتى تولي امرأة رئاسة الشبكة دي، لكن لأن الست المديرة متجوزة من المخرج محمد علوان اللي كان شغال مخرج في نفس الشبكة اللي بترأسها مراته، يعني مراته كانت رئيسته. ومن هنا جات له فكرة الفيلم اللي تولى كتابة السيناريو والحوار له سعد الدين وهبة، وأخرجه مخرج الروائع الكوميدية فطين عبد الوهاب. فأخرجوا لنا واحد من أجمل الأفلام الكوميدية الاجتماعية الهادفة، وهو فيلم مراتي مدير عام. تعالوا نعرف إيه قصة الفيلم. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. المهندس حسين عمر عمل حفلة لمراته المهندسة عصمت بمناسبة ترقيتها لدرجة مدير عام. اتفاجئ الاثنين ان عصمت اتعينت مدير عام لشركة الانشاءات اللي جوزها شغال فيها رئيس لقسم المشروعات، يعني مراته بقت رئيسته في الشغل. خاف حسين من كلام الموظفين، فاتفق مع عصمت يخفوا علاقتهم الزوجية وتكون علاقتهم في الشركة علاقة مدير بموظف. عرف الموظفين ان في مدير جديد للشركة وحاولوا يعرفوا عنه اي معلومة، فاتطوع ابو الخير الموظف المنافق وجري على الوزارة عشان يعرف أي معلومة عن المدير الجديد اللي كانوا فاكرينه راجل. اتفاجئ الجميع إن المدير واحدة ست، وده سبب مشكلة كبيرة للأستاذ عبد القوي وكيل الشركة المتزمت. وأثناء تهامس الجميع وكلامهم عن المديرة الجديدة، رجع أبو الخير بتقرير مفبرك عن عصمت المدير السكري الأمرتي سريع الغضب، فسكته وكيل الشركة. وما عرف ان المدير واحدة ست، بسرعة غير ابو الخير التقرير وقال انها سكرية غاضبة الصرع بدل سريع الغضب. اتعرفت المدير العام على الموظفين. عبد القوي وكيل الشركة الموسوس من اي حاجة تنقض هدوءه، وخصوصا لو سلم على واحدة ست. وسليمان الموظف اللي نفسه ياخد اجازة عشان يدور على عروسة. وابو الخير الموظف المنافق. وابو المجد اللي مش عارف يعامل مديرته ازاي، بخشونة ولا بنعومة. فقرر يجرب معاها الطريقتين، لكن عصمت كانت في كل مرة بتحوله للتحقيق. لاحظت عصمت ان المهندسة عايدة بتتحرش بجوزها المهندس حسين، وده سبب لها غيرة شديدة، لكن من غير ما يأثر على شغلها. فأدارت العمل في الشركة بجدية وبراعة وحطمت الروتين، وحاولت على قد ما تقدر توفق ما بين شغلها وواجباتها الزوجية. لكن رغم كده ما سلمتش من ألسنة الموظفين، فكان حسين بيسمع من زملاته كلام قاسي جدا عن مراته، لكن ما كانش قادر يرد. وفي يوم مدير مكتب عصمت شافها وهي بتأكل حسين سندوتش في بقه، فظن ان في علاقة بينها وبينه وبلغ زملائه. واكد الكلام ده سواق المصلحة اللي شاف حسين وهو خارج من بيت المدير العام، ففضح الدنيا وبلغ الموظفين اللي ظنوا ان في علاقة آسمة بين الاثنين. وما زاد الموضوع عن الحد، حس حسين ان سمعته وسمعة مراته في خطر، ففجر المفاجأة وقال لهم انه جوز المدير العام. اتغير الموقف تماما وبدأ يظهر نوع جديد من المتاعب، اما حاول زملاء حسين يوسطوه عند المدير العام بصفته جوز الست. وحست عصمت انها في موقف حرج، فاضطرت لمعاملة جوزها بقسوة وادت له جزء قدام الموظفين. في البداية صبر حسين عليها لأنه بيحبها، لكن حسوا ان شغل عصمت الجديد أثر على حياتهم الأسرية، فانشغلت عصمت عن جوزها اللي أصبح حساس جدا من تعاملها معاه قدام الموظفين. خلصت عصمت المشروع المكلفة به الشركة بنجاح كبير، فتم دعوتها لمؤتمر المرأة العاملة عشان تدي محاضرة عن توفيق بين شغلها وبيتها. كان نفسها حسين يحضر الحفلة عشان يسمع الخطبة اللي هتقولها عنه، لكنه ما حضرش. فانتهز ابو الخير الفرصة وعرض يقدم خدماته، فبلغ بوليس النجدة للبحث عن حسين وإحضاره. وفعلا البوليس جاب حسين لمكان المؤتمر، لكن جابه كأنه مقبوض عليه. اتضايق حسين جدا وصار ضد مراته واحتد عليها قدام الموظفين وكلمها بقسوة شديدة جدا، لكنه اكتشف انها بريئة من الاستدعاء السخيف ده، وان ابو الخير هو اللي عمل كده من نفسه، فاعتذر لها، لكنها طلبت نقلها لمكان تاني. اتغير موقف الموظفين كلهم وزعلوا جدا على نقل المدير العام اللي حبوها ووثقوا فيها، ووبخوا حسين اللي طلب يتنقل للمكان الجديد تحت رئاسة مراته، لكنه قرر ان كل شيء يكون في النور. فبس عصمت قدام موظفين الشركة الجديدة وهو بيقول لهم لا مؤاخذة يا حكومة، مراتي مدير عام. الفيلم كوميدي خفيف مدته 110 دقايق، واحتل المركز الأخير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري. اتعرض في يناير سنة 1966. كان الفنان رشدي أباظة هو المرشح لبطولة الفيلم ده، وفعلا قبض عربون 200 جنيه. لكن منتج الفيلم الفنان صلاح ذو الفقار بعد جوازه من الفنانة شادية قرر استثمار نجاحهم كثنائي فني والقيام ببطولة الفيلم بدل من رشدي أباظة. وساعتها قالوا ان رشدي أباظة لو عرف هيكسر الاستوديو، لكن رشدي أباظة لا كسر الاستوديو ولا حاجة، وتقبل الأمر بصدر رحب وببساطة. والفيلم بطولة شادية، صلاح ذو الفقار، عادل إمام، توفيق الدقن، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.
من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.